السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. مرحبا بكم مجددا في قناتكم المتحدة ووصفة جديدة. كيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الحوت معمر بالروز. مرحبا بكم ونبداو ان شاء الله. غادي نحتاجوا لهاد الوصفة انا خديت النوع السمك ديال القرب وخويته، يعني قلت للسيد اللي صوب عليا يحيد لي السنسول. سمكة فيها تقريبا شي 3 كيلو، يعني حوتة كبيرة. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو 200 غرام ديال الروز النوعية الجيدة اللي ديجا سلقناه وسناه بما بارد باش يحيد لينا النشا. غنحتاجو 100 غرام ديال الشامبينيون مرقد كيف كتشوفوا معايا. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكروفيت. نحتاجو واحد الراس كبير ديال الثومه او 8 الفصوص صغار. 40 غرام ديال الزيتون مقطع. معلقة كبيرة ديال الخرقوم عرق، معلقة صغيرة الكمون، معلقة كبيرة ديال إقامة الحوت أو ديال الهريسة بودر. نحتاجو معلقة كبيرة ديال الثومة بودر، معلقة كبيرة ديال التحميرة أو البابريكا، ونحتاجو معلقة كبيرة ديال السكينجبير. الحامض مصير، الشامبينيون نوار الفطر الأسود، بصلة مجففة أو ممكن نستعملوا غير البصلة العادية ونشحروها مزيان في الزيت حتى تحمر. غادي نحتاجوا أيضا 160 مليلتر ديال الزيت مخلطة، زيت بلدية وزيت العادية، 3 المعالق ديال صوص الصوجا، واحد العصير ديال 2 حامضات يعني تقريبا نص كاس ديال عصير الحامض. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للملح غنحتاجو واحد شويه الملح باش غادي ندهنوا الحوته. اما في الحشوه ما غاديش نستعملوا الملحه لان ديجا الروز عندنا مسلوق بالملح وعندنا المكونات كلها تقريبا مالحه. ودابا غادي نبداو التحضير ديال الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نغسلوا الحوته مزيان ونخليوها تنشف بالماء. غنستعملوا نص المقادير ديال التوابل، معلقه صغيره ديال الخرقوم عرق، نص معلقه ديال صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال اقامه الحوت. وغادي نستعملوا نص الكميه ديال الثومه. هنا راه فرقت الثومه قسمتها على 2، خديت غير نص الكميه ديالها. وايضا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال التحميره، وغناخذوا معلقه صغيره ديال الثومه بودر. وبالنسبه للزيت غنستعملوا ثلث ديال الكميه ونحتفظوا بالثلثين. الحامض غادي ناخذوا النص ديال الكميه ونخليو النص الثاني كي كتشوفوا معايا. هنا استعملت معلقه صغيره ديال الهريسه وتقريبا معلقه كبيره ديال الصوجا او 2 معالق صغار كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للملح غناخذوا غير قريصه الملح، غير شي شويه، لان كيف شفتوا معايا المكونات كلهم مالحين. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعض، حتى يولينا خليط متجانس يعني منسجم مع بعضياته. غادي نجيبوا الحوته ديالنا. اول حاجه غادي نفلحوها وغادي ندهنوها مزيان بهذيك القامه اللي وجدنا، بهذاك الخليط اللي وجدنا عفوا. ندهنوها مزيان من الداخل ومن برا كيف كتشوفوا معايا. راه دهنتها كلها، دهنتها مزيان مزيان. دخلت الخليط مع هذيك الفتحات اللي درت. شوفوا راه كان انسيستي على الداخل من جهه الراس من جهه السنسول اللي حيدنا. يعني كندهنوها مزيان وكنخليوها ترتاح واحد المده ديال ساعه، او الا كان ممكن تقدري تبيتيها في الثلاجه ملي كنتي مزروبه. بلا وجدتي الحشوه غنخليوها ترتاح. هي اول حاجه كنسبقوها هي الاولى. انا نورمالمون خليتها واحد ساعتين عاد بديت كنوجد في الحشوه. هنا بالنسبه للحشوه غادي ناخذوا واحد المقله، غادي نديروا فيها الزيت ديالنا اللي بقات. غادي نزيدوا هذيك البصيله ونزيدوا الشامبينيون نوار اللي رقدناه وقطعناه طريفات صغار كيف كتشوفوا معايا. غادي نحركوا المكونات. غادي نزيدوا الشامبينيون اللي ديجا حتى هو قطعناه، الشامبينيون المصير يعني المرقد. هنا بالنسبه للشامبينيون ممكن نضيفوا الشامبينيون طري الى عندك. غادي نضيفوا ايضا الكروفيت،
غادي نخلطوا المكونات مزيان، نخليوهم يتشوحوا في هذيك الزويته. وبالنسبه للنار راه كتكون نار مهيله باش كنعطيو فرصه لهذيك المكونات ديالنا ينسجموا مع بعضياتهم ويطلقوا هذيك الماء ديالهم. هنا غادي نضيفوا التوابل اللي بقات لينا، يعني بالنسبه لهاد الحشوه راه ما كتحتاجش بزاف ديال التوابل. صافي غادي نخلطوهم مزيان مع بعض. غادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال الصوص صوجا، هي الصوجا كتجي غزاله كتبنن هاد الحشوه هادي. غنضيفوا الباقي ديال الثومه، النص ديال الثومه اللي خلينا. دائما مع التحريك باش ما تلصقش لينا، لان كيف شفتوا راه كاين غير الزويته ما دايرينش لا ما لا والو. في الاخير ملي غادي يطيبوا المكونات غادي نضيفوا الزيتون والحامض ومعلقه صغيره ديال الهريسه. غادي نخلطوا بطبيعه الحال اون فوا كينسجموا مع بعضياتهم. يعني هنا راه كيف كتشوفوا راه الحشوه ناشفه، ما بقاش فيها كاع الماء، بقات غير الزويته. هنا غادي نبدا نضيف الروز ديالي، وكيف كتشوفوا معايا الروز راه ناشف، يعني حبه حبه خصناش يكون فيه الماء. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحشوه. في الاخير غادي نضيفوا القزبر والمعدنوس، يعني قبطه ديال القزبر والمعدنوس ونخلطوها. غادي نجيبوا الحوته ديالنا نديروها في اللاطه كيف كتشوفوا معايا. غادي نقادوها مزيان في اللاطه. ولا لاحظتوا راه المده اللي ارتاحت فيها الحوته راه تلقات لينا واحد شويه الماء ديالها. هذاك الماء هو اللي غادي تقريبا طيب فيه، لان ما غاديش نحتاجو كاع نديرو، حيت كاين اللي كيدير شويه الماء في اللاطه باش كطيب لينا الحوته. هنا ما غاديش ندير لا ما لا والو، اللاطه ناشفه. غادي نعمر الحوته ديالي بالحشوه، وغنحاولوا نركزوا على الجوانب كامله باش تعمر. كيف كتشوفوا معايا راني عمرتها. هنا الراس، بالنسبه للراس حتى هو شفتوا راه عمرته مزيان بالحشوه باش كتجي الحوته عامره وعاطيه للعين. صراحه الوصفه هذه وهاد الحوته جات واعره، جات لذيذه بزاف بزاف. هنا قبل ما نغطيها بالبابي سولفوريزي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش لينا البابي سولفوريزي على الحوته، تبقى لينا الحوته مقاده. هنا غادي نجمعوا الحوته، غادي نغطيوها ببابي سولفوريزي كيف كتشوفوا معايا. وكيف شفتوا راه اللاطه ناشفه ما دايره فيها لا ما لا والو، يعني غير داك الماء اللي طلقات الحوته هو اللي غادي يطيب فيه. صافي هنا درت البابي سولفوريزي الاول، وغادي نعاود ثاني نغلفها باش ما تحرقش لينا. وغادي ندخلوها للفران المده ديال الطهي تقريبا 20 دقيقه، ودرجه الحراره كتكون ما بين 180 حتى ل 200، ونخليوها تطيب. في الوقت اللي الحوته كطيب غادي نوجدوا المرافقات ديالها. هنا خديت بطاطا سلقتها قطعتها مرصوات صغار، وغندير فيها شويه الازير وشويه ديال الملحه وشويه زيت البلديه، وغنخشيها في الفران تحمر. وبالنسبه للتتبيله ديال الخضر اللي ديجا سلقت، خديت هنا شويه الثومه، القزبر والمعدنوس، شويه الزيت البلديه، شويه عصير الحامض، بالاضافه للخل. صافي وغادي من هنا غادي ناخذ الخضر ديالي وغادي نبدا نتبلها وندريسيها في البلاطو ديال التقديم. كيف لاحظتوا راه اون فوا كنتبل الخضره باش ما تطلقش ليا الماء، كنحاولوا نتبلوها حتى لاخر لحظه حتى نبغيو ندريسيو باش ما تطلقش لينا الماء. بالنسبه للمرافقات انا استعملت غير اللوبيا وخيزو مسلوق والباربه، وبطبيعه الحال البطاطا اللي ديجا حنا حضرناها في الفران. بالنسبه للباربه باش ما تجلخش لينا البلاطو ديالنا راه كنديروها في طويسات ابار وكنحطوها في الجناب. وهذه هي البطاطا ديالنا بعد ما وجدات حتى درناها في البلاطو. واخيرا غادي نشوفوا الحوته ديالنا كيفاش خرجت لينا. انا غادي نحلها معكم، شوفوا كيفاش خرجت، يعني شهوه منها، جات معلكه، جات غزاله ما شهيتكم فيها. نتمنى انكم فعلا تجربوها، الطريقه سهله صراحه، جات ما تشبعيش منها، خصوصا ملي كتبرد جات واعره صراحه.
وبالنسبه لهذا الخليط هذا راه هو عباره، ما درتوش لكم في الفيديو، انا حسب لي واش سجلته ولكن مالوغوزمون ما تسجلش ليا. هنا درت غير شويه ديال الفلفله خضراء، ودرت مطيشه، ودرت دنجال، وخلطتهم. درت معاهم شويه زيت العود وشويه الابزار وشويه الملح وشويه الخرقوم عرق بطبيعه الحال وشويه البابريكا وسكينجبير وشويه الكمون، وخلطتهم وخليتهم يطيبوا. ما درت لا ما لا والو، خليتهم كيتشوحوا مزيان حتى تشربات. جات حتى هي خطيره، جات بنينه. هذه درتها مرافقه، درتها فوق الحوته، او ممكن نديروا غير صوص طوماط فوق الحوته، ماشي مشكل، نصيبوا الصوص ديالنا ديال الطوماط ونديروها فوق الحوته. هنا انا كنزوق الحوته ديالي. بالنسبه للتزواق راه كل وحده كتزوق كيف بغات. بالنسبه لي انا كيف شفتوا معايا، راني خديت شويه الكروفيت وشحرته بشويه الزبده وزوقت به الحوته ديالي مع طريفات صغار ديال الحامض. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال اليوم. نتمنى ان الوصفه ديالي تعجبكم وتروق لكم وتجربوها، وتخليوا لي في التعاليق ديالكم كيفاش جاتكم هاد الحوته هذه، وبالصحه وبالراحه وشهيه طيبه. ما بقى لي الا نودعكم، وما تنسونيش باللايكات ديالكم، واللي ما مشتركش يشترك معايا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، ووصفه جديده بحول الله. مع السلامه.